ماما احنا رايحين فين؟ انا تعبت من كتر المشي عشان خرجنا بكل حاجاتنا. الدنيا اتأخرت قوي ولازم نرجع البيت. لا يا زيزي، امشي امشي، بس احنا مش هنرجع للمكان ده تاني. انا تعبت من العيشة في البيت ده، احنا هننقل لمكان تاني. عشان كده شايلة شنطة. ايوه مش هنرجع تاني يا بنتي، كان لازم نمشي من هناك. يلا نمشي شوية كمان، خلاص قربنا نوصل. قبل ما نكمل الفيديو لو سمحتوا ادعموني بلايك، والله انا بتعب كتير جدا في التصوير والمونتاج كمان عشان اقدم لكم محتوى يليق بيكم. كل اللي عايزه منكم انكم تكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، وكمان تعملوا لي لايك، على فكره ده بيفرق معايا جدا. بس يلا اسيبكم تكملوا الفيديو. ايوه هو ده البيت، ده شكله حلو. حلو الايه؟ احنا فين؟ مش فاهمه. هو احنا جينا هنا ليه يا ماما؟ بصي يا بنتي، انا هشرح لك حاجة بس محتاجة مساعدتك. تفتكري تقدري تساعديني؟ ايوه يا مامي، انا هساعدك في كل حاجه، بس قوليلي اعمل ايه. زيزي انا لازم اروح اشتغل، مفيش حد يراعيكي، رايحة مدينة تانية. انا هنا مش لاقية شغل كويس يساعدني اعيش بيه معاكي. وانا هقعد فين؟ مش تاخديني معاكي؟ طيب ليه جينا هنا؟ قوليلي الحقيقه بقى يا ماما. انا محتاجة تروحي للبيت ده وتطلبي مساعدة، قولي لهم ان انتي لوحدك. بس بلاش تقولي اسمي علشان يرضوا يساعدوكي. يعني انتي هتسيبيني لوحدي بالليل؟ ما ينفعش، انتي ماما المفروض تفضلي معايا وتحميني. هحميكي بس ازاي يا بنتي وانا مش معايا فلوس؟ انتي بنتي شجاعة يا زيزي، لازم تعتمدي على نفسك شوية. هو امتى هترجعي؟ قريب قريب جدا، بس يلا روحي قبل ما الدنيا تتأخر اكتر، ممكن يناموا بعد شوية. وبعدين هنعمل ايه؟ هما الناس دول نعرفهم؟ لا بس شكلهم مرتاحين ماديا وممكن يساعدوكي. خلي بالك من نفسك وخليكي فاكرة ان انا بحبك. ما تسيبينيش، خديني معاكي ارجوك يا ماما. اسفة بس مش هقدر. روحي خبطي على الباب، اكيد هما هيساعدوكي. يا رب، اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ ماما فعلا سابتني ومشيت لوحدي. لو شافوني يطردوني، انا لازم استخبى. بس فين؟ مش هخبط على الباب، مش عايزاهم ياخدوني مكان تاني. ليني يا حبيبتي، هو انت عندك امتحان بكرة؟ ايوه يا بابا، عندي امتحان في الماس. طيب يا حبيبتي انت ذاكرتي ولا لسه؟ اكيد يا ماما ذاكرت، لو ما ذاكرتش هسقط. حبيبي انت خلصت تنظيف ماكينة القهوة؟ لا لسه فاضل لي شوية. كنت عايزاك تساعدني في غسيل الأطباق. ماشي حاضر، هخلص واساعدك. لو عايزه انا ممكن اساعدك يا ماما، انا مش بعمل حاجه دلوقتي. لا خلاص يا حبيبتي علشان ما تبهدليش نفسك. طيب يا ماما، انا كنت بقول كده يعني علشان عايزه اساعدك. طيب يلا اطلعي راجعي شوية، احنا هنكمل هنا. يا رب انا مش عارفة كل الصحون دي بتطلع لي منين. عندهم ده تقريبا في سني، مش باين عليهم انهم ناس وحشين، بس لو شافوني واقفة برا هيظنوا ان انا جاية اسرقهم. يا بختها، يا ريت كان عندي عيلة زيها. يلا يا حبيبتي اطلعي فوق وما تنسيش تغسلي اسنانك قبل ما تنامي. حاضر يا ماما، هرجع شويه وبعدين هنام. وما تنسيش كمان تطفي نور الأوضة. عارفه يا ماما، انتي دايما بتقولي لي كده. عشان انتي دايما بتنسي وتسيبي مولع يا لين. هي مين البنت دي واللي واقفه تبص على بيتنا؟ انا هخرج اشوف مين برا وهرجع حالا. ما تتأخريش، ولو كانت بري هي اللي بره قولي لها ان انتي هتذاكري. لا يا ماما، مش حد اعرفه، بس انا حابه اخد هوا شويه. انتي مين؟ انا معرفكيش. هو انتي ساكنه هنا قريب؟ انا زيزي ومش ساكنة هنا، بصراحة انا مش عارفة انا فين. طيب وجيتي هنا ازاي؟ هو انتي تايهه؟ بابا ظابط شرطه ممكن يساعدك على فكره. ماما جابتني هنا وسابتني هنا لوحدي. ازاي يعني سابتك لوحدك؟ يعني هي هترجعلك تاني؟ لا، ما افتكرش انها هترجع تاني.
وهتباتي فين؟ الجو برد، ما ينفعش تفضلي واقفة كده برا البيت. لو سمحتي سيبيني انام هنا لو بكره اول لما الصبح يطلع همشي، ما عنديش مكان اروح له والدنيا ليلت. اوعدك ان انا مش هاخد اي حاجه ومش هخلي اهلك ياخدوا بالهم، بوعدك. طيب اهدي، انا اسمي لين. لين، ممكن انام هنا في الجنينه بتاعتكم؟ انا مش هقدر اعمل كده، انا اسفة قوي يا زيزي. ما تقلقيش انا همشي. لا ما تمشيش، خليكي مستخبية هنا بس ما تظهريش، انا هدخلك بيتي واهلي مش هياخدوا بالهم، هستنى لحد ما يناموا وساعتها تدخلي. بس خلي بالك محدش يشوفك، لو بابا شافك هيوديكي القسم ومن هناك ممكن ياخدوك لدار ايتام، انا مش عايزة ده يحصل لك. يبقى استني هنا وما تعمليش اي صوت. طيب تمام. كنتي بتتكلمي مع مين يا لين؟ مش مع حد يا مامي. بس احنا سمعناكي بتهمسي لحد كانت بيري. لا كنت بكلم نفسي، بتمرن على مشهد من مسرحية بس كده. كلامك مش مقنع، بس خلاص اطلعي كملي مذاكرة علشان تنامي بدري. حاضر، تصبحوا على خير. هو انت صدقتها؟ لان انا مش مصدقة اي حاجة قالتها. انا لا، باين عليها ان هي كانت متوترة وهي مش كده في العادة. طيب تفتكر مين كان بره البيت؟ مش حاسس ان هي كانت بتكلم ريري؟ بس ريري مش بتخليها تتوتر كده، ممكن تكون مخبية حاجة. بس هي ما عندهاش اسرار، اسرارها كلها معايا، دايما بتحكي لي كل حاجة. طيب انا هخرج ابص بره. طيب استناني انا جاية معاك. في ايه؟ انا مش شايف حاجة، بس كلاب الجيران عمالة تنبح. غريبة فعلا، الشارع فاضي. طيب اسكتي كده، انا حاسس ان انا سامع حاجة. يا رب ما يكشفونيش، لو لقوني هيطردوني وانا مش عندي مكان انام فيه. يلا ندخل، اكيد كانوا عيال بيلعبوا في الشارع. انا هركب كاميرات برا البيت، كده هنكون مطمنين اكتر. معاك حق، فكرة حلوة جدا. دول كانوا هيمسكوني، الحمد لله ان هما مشيوا. زيزي انتي ما ظهرتيش صح، محدش شافك. ايوه هما اهلك ناموا وهم خرجوا يدوروا على حد بس ما لقوش حاجه. ما تزعليش، يلا ندخل بسرعة وبهدوء، انا قلت لهم ان انا نمت خلاص. كنت مستنيه اشوف لما ممكن ترجع، بس للاسف راحت وما رجعتش تاني. اكيد هي عارفة ان هي سابتك عندي، يمكن ترجع بكرة. انا مش مصدقه الام مستحيل تسيب اولادها كده يا لين. انا معرفكيش ومش عارفة اذا كنتي بنتي كويسة ولا لا، بس مش هسيبك لوحدك. بصي انا عندي فكرة. فكره ايه؟ هتقعدي عند لحد ما مامتك ترجع، هخبيكي وانا هديكي اكل وهدوم. بس ده صعب يا لين، اكيد اهلك هيعرفوا. لا محدش هيعرف، المهم ان احنا نعرف نعملها صح. ماشي زي ما قلتي، للاسف انا ما عنديش خيار تاني. طيب يلا بينا ندخل بهدوء. انا هروح اغسل اسناني. طيب تمام، طفي النور معاك. حاضر، هقفله دلوقتي. انا عايزه احكي لك حاجه عن اختي. ماريا ولا اماني؟ لا، ماريا وجوزها. دول بابايا ومامتي، تعالي ورايا، هم فوق في اوضتهم ومش هياخدوا بالهم ان احنا موجودين تحت.
اوضتك حلوة قوي، انا عمري ما شفت اوضة كبيرة كده وكمان فيها حاجات كتيرة جدا. أيوة كبيرة ومريحة، احنا نقدر ننام سوا، انتي نامي فوق علشان محدش يشوفك. الله، انتي عندك حاجات ماما عمرها ما جابتها لي ابدا. هنقسم مع بعض كل حاجة، تقدر تستخدمي اللي تحبيه بس من غير ما تبوظي أو تاخدي حاجة. ما تقلقيش يا لينا، انا متربية كويس. تعالي نغير هدومك، مش هينفع تنامي باللبس ده. خدي البيجامة دي، البسي البلوزة أكيد هتيجي عليكي، احنا نفس المقاس. بجد شكلها حلو قوي وكمان مريحة. أنا بديها لك هدية، أنا عندي منها كتير. بجد يا لين، يعني دي ليا انا؟ أيوة دي جديدة ولسه ما لبستهاش وعايزاكي تفتكريني كل ما تلبسيها. انا عمري ما هنساكي ابدا، انتي احسن صاحبة ليا مع اني لسه عارفاكي من شوية. ضحكتيني يا زيزي. وهو جوز أختك عرف ولا لسه؟ لا، هي مفاجأة، أنا وماما بس اللي عارفين، هتفاجئوا لما يرجع من السفر. جميل جدا، هنبقى خال وخالة تاني، لازم نقول للين. تحبي تنامي ولا نفضل صاحيين شوية؟ هو أنا بتخيل ولا البنت فعلا لسه صاحية؟ لا دي خيالتك، البنت نامت خلاص. إزاي ما سمعتهاش وهي بتتكلم مع حد؟ أنا سمعتها بوضوح. هتتكلم مع مين وهي لوحدها في أوضتها؟ طيب اسكت كده، خليني أسمع تاني. أنا داخلة أنام بقى عشان عندي مدرسة بكرة. أكيد هي لسه صاحية، أنا طالعة أشوف كانت بتتكلم مع مين. ياسمين بلاش تزعجيها يا ربي عليكي. يلا نطفي النور وننام، أكيد تعبانة ونكمل كلامنا بكرة. ولا عايزة تفضلي صاحية شوية كمان؟ يا خبر، أنا حاسة إن في باب اتفتح، سمعتي؟ اعمل ايه؟ لازم استخبى، لو فضلت هنا هيشوفوني. اجري ورا المراية بسرعة واسكتي خالص. انتي كل ده ولسه صاحية يا أنسة لين؟ أيوة يا ماما، أنا كنت براجع امتحاني. أنا سمعتك بتتكلمي مع حد، ودي مش أول مرة، من شوية كنتي برضو بتتكلمي مع حد. أنا لوحدي يا ماما، مفيش حد، شوفي مفيش غيري في الأوضة. عارفة، علشان كده جيت أشوف بعيني، تصرفاتك بقت غريبة جدا. أنا عادي يا ماما، انتي يمكن يكون يعني بيتهيألك. أنا مش بيتهيألي، أنا وباباكي شفناكي بتدخلي السرير، إيه اللي خلاكي تصحي فجأة كده؟ ما كنتش عارفة أنام ومتوترة شوية من الامتحان والمسرحية بتاعتي. طيب يلا نامي، الوقت اتأخر وانتي هتصحي بدري. وبطلي تكلمي نفسك، أنا مش بحب كده. حاضر يا ماما، تصبحي على خير. ياسمين يلا تعالي وسيبي البنت تنام. طيب جاية، اقفلي النور قبل ما تنامي، يلا تصبحي على خير. ياه، كنت هتكشف لو ماما اكتشفت كل ده، هتعاقبني، أنا عمري ما كدبت عليها، كنت متوترة جدا. طيب اقدر اخرج دلوقتي؟ أيوة هي مشيت خلاص، وما اظنش إن هي هترجع، بابايا كمان كلمها. مش عايزة اسبب لك مشاكل، لو تحبي افضل مستخبية هنا لحد بكرة. لا ما ينفعش تفضلي مستخبية كده، لازم ننام دلوقتي. هي بتاخد أكلة قد كده ليه فوق؟ مش المفروض إن هي رايحة المدرسة؟ تصرفاتها غريبة قوي، مش فاهمة لين مالها بس الفترة دي. أنا لازم أتكلم مع وسام، الوضع مش طبيعي.
شكرا، الأكل كبير جدا. انت جايبة ده كله ليه؟ عشان ساعات بتأخر وعايزاكي تفطري أو تتغدي من غير ما تجوعي. مبين عليه انا طعمه حلو قوي. انت اللي عملتيه. أيوة، أنا اللي جهزته علشان تفطري كويس. شكرا ليكي. لما اقدر اعزمك على ايس كريم كتيرة جدا. ما تنسيش بلاش أي أصوات، ماما بس هي اللي هتكون في البيت، مفيش حد تاني، انتي فاهماني. ماشي حاضر، هعمل زي ما قلتيلي. هروح أجيبلك سندوتش كمان وبعدها هروح على مدرستي. كده الأكل كفاية هيسد معاها لحد ما أرجع. الحمد لله إن ماما لسه ما صحيتش. لين انت رايحة فين بالأكل الكتير ده؟ أنا شفتك معدية بأطباق كتير على أوضتك. أكيد صحيت وهي جعانة جدا. أيوة بس أنا مش مقتنعة، هي عمرها ما كانت بتاكل الكمية دي كلها. أيوة فعلا يا ماما، أنا كنت جعانة قوي. أنا خارجة خلاص، كنت جاية أودعكم بس. متأكدة يا بنتي؟ أيوة طبعا، ما تفكريش غلط وسامحيني لو باين عليا إن أنا باكل كتير. أنا مش فاهمة بس انتي ليه متغيرة كده من امبارح؟ أنا مش متغيرة يا ماما، انتي بس بيتهيألك. طيب خلاص هتتأخري كده يا بنتي، يلا سلام تحب أوصلك. لا يا بابا، عايزة أروح لوحدي بس، شكرا. شايف يا وسام البنت مش زي ما كانت. هي بتكبر وعايزة مساحتها شوية، ما تشغليش بالك. هو انت ليه دايما واخد الأمور ببساطة كده معاها؟ أنا مش باخدها ببساطة، بس انتي دايما متوترة وبتقلقي على طول. لا ده مش قلق ولا توتر، أنا متأكدة إن هي مخبية حاجة وبكرة تشوف. ايه الصوت ده؟ مفيش حد في البيت، الكل خرج. حبيبي انت جيت؟ وسام انت في البيت؟ رد عليا، انت هنا؟ انا بدأت اتجنن بجد، بقيت اسمع اصوات وخطوات في كل مكان. يا ربي اهدي يا ياسمين، ازاي بقيتي بتسمعي حاجات غريبة في بيتك؟ الوضع فعلا بقى مرعب. الحمد لله ربنا ستر. هي كانت هتشوفني. لازم اكون حريصة اكتر من كده. الوضع صعب بجد. ازاي اعيش هنا وانا حتى مش قادرة اروح الحمام الا لما لين ترجع؟ فكرة اني اعيش هنا مستخبية شكلها مش هتنفع. يا خبر ابيض، استخبى فين دلوقتي؟ هتشوفني، هي هتشوفني دلوقتي. يا ماما مش عارفة ليه حاسة ان البيت بقى يخوف، مش طبيعي احس ان في حد ماشي في كل مكان. يا ربي ليه ما اكلتش الاكل كله؟ في حاجة مش مفهومة، ليه تخبي الاكل ورا المراية؟ غريبة جدا، ما هي تقدر تاكله تحت عادي. لازم الم الاكل ده كله قبل ما الفيران والنمل يخلصوا عليه بالليل.
لو الأكل اتشال أنا هاكل ايه؟ أنا ما أكلتش حاجة غير التفاحة الصغيرة. استحملي يا معدتي، لازم نصبر لحد ما لين ترجع، كان لازم أخلص الأكل بسرعة، ده عقاب إن أنا اتأخرت. الأكل طلع تحفة لذيذ جدا. هحط شوية كمان في طبق وسام أكيد راجع ميت من الجوع. يا رب ليه ما تتأخرش، مش عايزة أكلها يبرد. البيت ريحته تجنن، واضح ان مراتي طبخت فراخ مشوية النهاردة. أهلا يا حبيبي، رجعت بدري أوي النهاردة، كنت فاكرة إن أنت هتتأخر. خالد استلم النوبة بتاعتي فقلت ارجع بدري. كويس إن أنت رجعت، محتاجة أحكي لك حاجة حصلت لي النهاردة. خير يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ بعد ما مشيت فضلت حاسة بحاجة غريبة في البيت ده كله. حاجة ايه؟ مش فاهم. أنا كنت حاسة إن أنا مش لوحدي، في حد تاني في البيت، وطلعت أوضة لينا أتأكد. بس لين في المدرسة وانا نزلت الشغل، يعني كنت لوحدك زي كل يوم. عارفة، بس المرة دي كان غير، لازم نركب كاميرات، أنا مش مجنونة، أنا فعلا حسيت بوجود حد هنا. حبيبتي انا جعان جدا، ينفع نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ انا تعبان وعايز اكل في هدوء. طيب ماشي، اطلع غير هدومك وأنا هستناك هنا. لين خلاص قربت توصل، هعمل العصير وأنت انزل. بوعدك ان احنا هنتكلم في الموضوع ده، بس بلاش تتضايقي. مفيش مشكلة، أنا فاهمة ومش زعلانة. هنكمل كلامنا بعدين، هغير هدومي وانزل بسرعة. انا هاخد الطبق بتاعي، بس الاكل فيه قليل، هاخد طبق بابا فيه اكل كفايه لينا احنا الاتنين. اتفضلي، ده غدانا هيكفينا احنا الاتنين. الحمد لله إن انت رجعتي، أنا كنت جعانة قوي. رجعت قبل ميعاد الخروج، بس ماما مش هتعرف اعمل كده كل يوم لحد ما نلاقي حل. هو انت عملتي ايه النهاردة؟ كان يوم جميل، وحشتيني قوي. وانتي بقى عملتي ايه طول النهار؟ كنت زهقانة، طلعت فوق السرير علشان مامتك ما تشوفنيش. اكيد كانت بتلمع وتنضف بس ما شافتكيش، صح؟ لا، كنت أذكى منها وعرفت استخبى. لين، مين البنت دي؟ انتي مين؟ وليه انتي لابسة هدوم بنتي؟ ما تفضلوا ساكتين كده، ردوا عليا. ماما، انتي بتعملي ايه في اوضتي؟ وده ردك يا لين؟ انا بدخل الأوضة دي وقت ما احب. ما تكلميهاش بالطريقه دي يا ماما، ارجوكي، كده هتزعل اكتر. انتي مين وطلعتي منين؟ بقالك قد ايه مستخبية هنا عندنا في البيت؟ ما تزعليش من لين، هي بس كانت بتحاول تساعدني عشان أنا ما نمشي في الشارع. لا، الغلط كله مش عليكي، انا اللي خبيتها في البيت من وراكم، ودي البنت اللي كنت بتكلم معاها، بس خبيتها عنكم الحقيقه. لين انتي متعاقبة، والموضوع ده لازم يعرفه ابوكي، احنا ما نعرفش البنت دي، ولو اتسرقنا ازاي تخلي حد غريب يدخل البيت من غير ما تقولي لنا؟ انا عايزاها تلبس هدومها وتخرج من البيت ده فورا. بس يا ماما، هي ملهاش حد، امها سابتها ومشيت. سابت البنت لوحدها في الشارع، انا شفت ده بعيني وما قدرتش اسيبها تنام في الشارع. ما تقلقيش، أنا همشي، شكرا على الأكل والبيت، بلاش تدوري على مشاكل تانية يا صاحبتي، كل ده غلطتي، ما كانش لازم أحطك في الموقف ده، أنا هدور على أمي بنفسي. لا، انا مش هسيبك لوحدك يا زيزي. وانتي ناوية على ايه بقى؟ هتنزلي الشارع معاها؟ ده يبقى قمة الجنون، يلا انزلوا لتحت حالا. لازم نقول لابوكي يوديها اي دار ايتام. شكرا يا لينا على كل حاجة، انت عملتي اللي تقدري عليه، كده كده كانوا هيكشفونا. مش عايزاكي تمشي، انتي صاحبتي وزميلتي، وكنت وعدتك ان انا هفضل جنبك لحد ما مامتك ما ترجع. بس أمي مش هترجع، وما ينفعش تفضلي تحمليني كده طول عمرك. يلا يا بنات انزلوا لي حالا. لازم ننزل، ماما بتنده علينا.
انا كنت صح، قلت لك من الاول وانت ما كنتش مصدقني. كنت فاكر ان انت بتبالغي، ما اعرفش ان لين ممكن تعمل حاجة زي كده. أنا آسفة جدا يا بابا. واسفك ده هيفيد بايه؟ لازم اخد البنت دي على الاسم، يمكن نلاقي امها. فاهمة يا عمو. بس يا بابا أرجوك ما تعملش كده. قلت لك اسكتي يا لين. مش كفاية إن هي لوحدها ومامتها رمتها في الشارع؟ لو ده كان حصل فيا تحب الناس يساعدوني. ماما ده مش عدل، هي ملهاش ذنب، لو راحت دار أيتام هتبقى وحيدة من غير أسرة. انا بخير، انا بس خايفة شوية، انا عمري ما كنت لوحدي قبل كده علشان كده بعيط. هي ياسمين اخدها معايا ولا هتفضل هنا؟ انا عارف ان لين غلطت، بس فعلا البنت لوحدها وامها سابتها قدام بيتنا. انا بس اتضايقت علشان لين كدبت عليا وخبتها عني، وفكرت ان انا مجنونه، بس خلاص خليها تقعد، يمكن امها ترجع في يوم من الايام، ولو ما رجعتش يبقى اكيد سابتها لسبب. ولو ما رجعتش يبقى تقعد معانا كواحدة من العيلة. طيب خلاص يبقى تقعد معانا. انا اسمي وسام، وانتي اسمك ايه؟ زيزي، انا اسمي زيزي. تمام يا زيزي، ده هيكون بيتك الجديد، ولو حبيتي في أوضة فاضية ليكي. بابي خليها تقعد معايا في أوضتي، هي بتحبها وفي سريرين. تقدري تنادينا بابا وماما زي ما تحبي، عشان تحسي ان انتي في بيتك، مش لازم تعملي حاجات، كل اللي عايزينه منك ان انتي تروحي المدرسه، لازم تتعلمي. يلا بينا على أوضتنا يا زيزي. يا رب نكون أخدنا القرار الصح، هي طفلة ومحتاجة عيلة. واحنا هنكون العيله دي ليها. وبكده أنا وزيزي ما بقيناش بس أصحاب، بقينا إخوات. عدت سنين ومامتها ما رجعتش، بس كانت سعيدة وسطنا وده اللي كان يهمنا. شكلي وصلت، مش متأكدة قوي إن هو ده البيت. نعم يا مدام، حضرتك عايزه حاجه؟ ممكن اساعدك في ايه؟ أنا جيت أدور على شغل، بعرف أنضف وأكوي وأغسل كويس جدا. بس انا بعمل حاجتي بنفسي، مش محتاجه شغاله. مين قالك ان احنا بندور على شغاله؟ مفيش حد قال لي، أنا بس بسأل من بيت لبيت، أنا محتاجة الشغل ضروري، ظروفي صعبة قوي. طيب انا فاهمه، هشوف ممكن اساعدك بايه، بس الشغل مش عندي حاليا، استني هنا هجيب لك حاجه تساعدك. متشكرة قوي. مين سمح لك تدخلي بيتي كده؟ يلا اتفضلي بره، مش هديكي حاجه دلوقتي. مش هينفع أمشي، لازم أشوف حد هنا. انتي مش محتاجه تشوفي حد، يلا بره بيتي. الست دي شكلها مجنون، جت منين دي؟ انتي ازاي تدخليها؟ اطلعي بره، مش عايزة اشوفك هنا تاني. ماما، انت رجعتيلي؟ زيزي معقول الست دي بتكون أمك؟ زيزي بنتي، انتي كويسة؟ انتي متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ عايزة نطردها ولا لأ؟ لا، ما تقدرتهاش يا بابا، انا عايزه اشوفها تقول ايه بعد كل السنين دي، بعد ما سابتني ومشيت لوحدي. انا دلوقتي عندي عيله تانية، عايزه تقولي ايه؟ راجعاني دلوقتي بعد ما عدى 3 سنين. يعني الست دي كانت بتكذب، ما جتش تدور على شغلك، جت تدور على بنتها. أكيد كنت عارفة إنكم مش هتخلوني أدخل لو قلت الحقيقة. طيب وجايه ليه دلوقتي بعد كل السنين دي كلها؟ أنا جاية أطلب السماح من زيزي، ما كانش لازم أسيبها لوحدها في الشارع في نص الليل. زيزي بقالها 3 سنين عايشه معانا، بقت جزء من العيله. أنا مش عايزة أضايقكم ولا أخدها منكم، بس أنا عايزة أعتذر لها وأمشي. انا كنت فاكره ان انتي جايه علشان تاخديها. أنا فعلا عايزاها، بس مش متأكدة إن هي عايزة ترجع معايا ولا لأ. زيزي يا حبيبتي، قولي لي، عايزه تروحي معاها ولا تفضلي معانا هنا؟ ايوه، نفسي اكون معاكي، وحشني قوي وكنت محتاجاكي جنبي، بس عمرك ما كنتي معايا، عمري ما فهمت ليه قررتي تمشي وتسيبيني لوحدي. يا بنتي لو عايزة تروحي عند مامتك، هي محتاجة تديكي كل التفسيرات اللي انتي بتسأليها. ماشي، حاضر يا بابا. سامحيني يا بنتي، كنت عايزة أروح وأشتغل جامد، بس كان لازم أخدك معايا. ما كنتش عارفة أتصرف إزاي، وكان نفسي أسيبك في مكان كويس، حياة أحسن من اللي كنت قادرة أديها ليكي.
أنا عارفة مين الناس دول علشان كده جبتك هنا، وعارفة إنهم هيقدموا لك تعليم وحاجات كتيرة تانية. مين هم؟ عمرك ما قلتيلي. هما ما يعرفونيش، بس جدتك كانت شغالة هنا من زمان علشان كده جيت أشتغل هنا. معقول انت بنت الست حسنى؟ أيوة أنا يا بنتي، حياتي من غيرك كانت خراب، اضطريت أرجع، سامحيني يا بنتي. دي مامتك يا زيزي، سامحيها، ساعات احنا الستات بنغلط. هاي يا زيزي هتيجي معايا. ايوه يا ماما سامحتك وهروح معاكي، بس انا مش عايزه ابعد عنهم، هما كمان عيلتي، انا بحبهم قوي، هما جزء مني، هما حبوني كابنه ليهم. وطبعا هتيجي تزورينا كل ما تحبي وتفضلي عندنا وقت ما تحبي. مدام ياسمين لو حابة أنا ممكن أشتغل هنا في بيتك. مفيش مشكلة، وحضرتك تقدري تجيبي زيزي بنتي في أي وقت. هفتقدك جدا يا أختي الصغيرة. خدي كل حاجتك معاكي وسيبي شوية حاجات في اوضتك لو هتيجي تقعدي. باين عليهم بيحبوكي قوي يا زيزي. انا ممتنه جدا لكل اللي عملتوه علشان تساعدونا، وانا كمان بحبكم قوي. هروح اجيب شنطتي بقى. ودلوقتي لما اشتغلي هنا انتي هتقضي وقت أكتر مع أختك وعيلتك الجديدة. وده اللي بحبه قوي، انا ولين بنحب نعمل حاجات كتيره قوي سوا، وكمان احنا مع بعض في نفس الفصل. كويس، عندك حاجات كتيرة تحكيها لي، يلا روحي ودعيهم. خدي البيجامة الوردية اللي أنا اديتها لك إياها يوم ما اتعرفنا، فاكرة؟ ايوه اللي قلتيلي البسها علشان افتكرك. افتكري تكلمينا كل ما تقدري، لو احتجتي حاجة باباكي موجود أساعدك. ما تنسيش مامتك التانية اللي بتحبك جدا وبتحكي لك قصة كل يوم قبل النوم. طبعا مش هنسى، وان شاء الله اجي ازوركم كتير قوي. هاي يا حبيبتي خلاص جاهزة. دايما كنت جاهزه، يلا بينا نرجع البيت. طبعا يلا يا أميرتي الصغيرة.